على بالي كامل خبيتو القارص، اروحوا شوفوا اجبدوا شوي واروحوا نديروا هذه التحليه كارثه في البنه، بزاف سهله واقتصاديه وزيد فيها بنه لي طرونش باتيسري. واش ندير؟ اول شي حنبدا بلا جينواز، عندي فيها بيضه كامله نخلطها مليح، نضيف لها 5 مغارف كبار تاع السكر ونخلط، نزيد لا فاني، من بعد نضيف عليها 5 مغارف كبار تاع الزيت ونزيد نخلط ونضيف عليها 5 مغارف تاع كبار تاع الحليب، من بعد راح نزيد نضيف 5 مغارف كبار تاع الفرينه وايضا باكي ربع تاع خميره الكاطو. نحطها هكذا في بلاطو يكون صغير ونطيبها من تحت ونزيد نشعل عليها من الفوق، وهذا ما كان. نروح الان للكريم باتيسير اللي عندي فيها نص كاس ماء، نص كاس قارص، عندي كاس سكر وزوج مغارف كبار تاع نشا وثلاث بيضات. نخلط كلش بارد في بارد ونحطهم فوق النار كي يعقدوا، نضيف لهم مغرفه كبيره تاع الزبده، من بعد راح نغطيها ونخليها تبرد. نولي لا شونتيي اللي عندي فيها كاس شونتيي مع كاس تاع الحليب، نطلعهم مليح بالباتر حتى تبقى لي الكريمه. نروح الان لا جينواز، راح نطبخها هكذا بالطابع. قيس لي فيرين تاعكم، شوفوا كيفاش تجي بزاف هايله. نحطها في القاعده تاع الفيرين، نشربها بشويه تاع الحليب ولا شربات، من الاحسن يكونوا شويه دافيين. من بعد راح ندير عليها طبقه من لا كريم باتيسير بعد ما بردت، وايضا طبقه من الكريم شونتيي، ونزيد نعاود نفس الطريقه. عندي لا جينواز نشربها، من بعد لا كريم باتيسير وايضا لا شونتيي، وزينوهم كيما تحبوا. قدموها بارده، شوفوا جربوها ورجعوا لي بالخبر، تجي كراف بنينه وبزاف سهله.